هو ان انت لو واحد نازل الجيم جديد، صدقني كل ما انت بتعقدها على نفسك كل ما انت هتكره الجيم. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ انت هتضطر تدور، بس مش بعمق. بمعنى انا مش هخش اجيب كتب اقراها، ممكن اشوف فيديو لمدرب معين، ممكن مش عارف اشوف فيديو لو انت مثلا الانجليش بتاعك كويس فتشوف فيديو الناس من بره بتتكلم عن احسن التمارين. مثلا ايه احسن التمارين اللي انا اتمرنها؟ التراي نفس الكلام، التشيست، الظهر، مش عارف ايه، الرجل، في كتير. ولما تخش اصلا على تشانل حد معين هتلاقي في ريكومنديشن ناس كتير شبه. دخلت واتفرجت وفهمت اعمل ايه، هتبتدي تاخد التمارين اللي هم بيقولوا عليها دي وتبتدي ان انت تنزل تطبقها في الجيم. لكن الفكرة هنا نرجع تاني، انت كمبتدئ او حد لسه نازل جيم، انت لو فتحت باب الجيم بس هتلاقي الريست بتاعك طلع له عضلات. فانت مش مطالب ان انت تتمرن تمارين كتير، افضل 5 او 6 تمارين للتشيست. انت عايز تمرينين بس او عايز شكلين بس، فانت هنا مش محتاج تمارين تانية. كمبتدئ مش محتاج تمارين تانية. هتقولي طب نقط الضعف، طب مش عارف التشيست من تحت، طب انا مش عارف حاسس بايه. انت ما عندكش اصلا تشيست عشان تبتدي ان انت تتكلم في نقطه ضعف او تتكلم ان انت لا محتاج تزود. فانت مثلا هتاخد مثلا تمارين من هنا وتمارين من هنا، او تمارين من هنا وتمارين من هنا، وتنزل الجيم وتطبقهم وتستمر عليهم. فتبتدي ان انت تحاول، وركز في الكلام اللي جاي ده لان هو اهم حاجه، تبتدي ان انت تحاول تصعب التمارين على نفسك. اول اسبوع ما تتوقعش ان انت تشيل فيه اوزان كتير، ولا تاني اسبوع ولا تالت اسبوع، بس مع مرور الاسابيع لازم تحاول تزود اوزان، ابسط الاوزان اللي انت تقدر تزودها.